تحت تراب مقبرة في كاليفورنيا يرقد رجل حياته كانت عبارة عن سلسلة كوارث. كان سكيرا، مقامرا، زير نساء، وفاشلا بكل المقاييس لأكثر من 30 سنة. عمل في البريد ليصرف على شرب الخمر، وكان يكتب الشعر على أوراق المهملات. لكن الغريب أن هذا الرجل تشارلز بوكوفسكي مات وهو واحد من أشهر الكتاب في أمريكا، والجميع يعتبره قصة نجاح أسطورية. السر ليس في كفاحه ولا في إصراره، السر موجود في جملة واحدة مكتوبة الآن على شاهد قبره، جملة من كلمتين فقط: لا تحاول. أهلا بك في المنطقة المحرمة. اليوم سننسف كل ما تعلمته عن التنمية البشرية. سأثبت لك في الدقائق القادمة وعلمياً أن محاولتك المستميتة لتكون سعيداً وإيجابياً هي السبب الوحيد في تعاستك، وأن الحل يكمن في فن غريب جداً يسمى فن اللامبالاة. تخيل معي هذا المشهد لأنه يحصل معك كل يوم. أنت جالس تمسك هاتفك وتتصفح الصور، ترى صديقك الذي تزوج ويعيش قصة حب خرافية، وترى زميلك الذي اشترى سيارة جديدة، وترى تلك الفتاة التي تسافر كل شهر إلى بلد جديد. فجأة تشعر بشيء غريب في معدتك، تشعر أن حياتك باهتة، ثم تبدأ تلوم نفسك: لماذا أنا مكتئب؟ يجب أن أكون إيجابياً، التفكير في الاكتئاب سيجعلني فاشلاً. فتقلق لأنك قلق، وتكتئب لأنك مكتئب، وتغضب لأنك غاضب. أنت تدور في حلقة مفرغة من جلد الذات لا تنتهي. توقف لحظة، نحن نعيش في عصر يصرخ في وجهك 24 ساعة: كن أفضل، كن أذكى، كن أغنى، كن أكثر سعادة. كأن الحياة إعلان تلفزيوني لا ينتهي لشخص مبتسم بأسنان ناصعة البياض. لكن ماذا لو أخبرتك أن المفتاح ليس في المزيد؟ ماذا لو كان المفتاح هو الأقل؟ هناك قاعدة فلسفية قديمة تقول شيئاً قد يصدمك: الرغبة في تجربة إيجابية هي بحد ذاتها تجربة سلبية، وقبول التجربة السلبية هو بحد ذاته تجربة إيجابية. تبدو كلغز، أعرف، لكن اسمعني جيداً. إذا فهمت المحطة القادمة ستتوقف فوراً عن جلد ذاتك. المحطة الأولى: قانون الغريق، لا تحاول. تخيل أنك سقطت في رمال متحركة. غريزتك الأولى ستكون المقاومة، ستحاول تحريك يديك ورجليك بعنف لتخرج، أليس كذلك؟ لكن في الرمال المتحركة كلما قاومت أكثر كلما غصت أسرع، وكلما اقتربت من الموت. الناجي الوحيد في هذه الحالة هو الشخص الذي يفعل عكس المنطق تماماً، يسترخي ويفرد جسمه ولا يحاول النجاة، حينها فقط يطفو. السعادة تشبه الرمال المتحركة تماماً. عندما تحاول بكل قوتك أن تكون سعيداً وتقرأ عشرات الكتب وتقف أمام المرآة وتقول: أنا سعيد، أنا سعيد، أنت هنا تذكر عقلك الباطن بشيء واحد فقط: أنك تفتقد السعادة، أنت تركز على النقص. الرجل الغني لا يحتاج أن يقف أمام المرآة ويقول: أنا غني، هو يعرف ذلك بالفعل. إذن ما هو فن اللامبالاة؟ كثير من الناس يفهمون العنوان خطأ، يظنون أن اللامبالاة تعني أن تكون بارداً كسولاً ولا يهمك شيء في الحياة. لا يا صديقي، هذا اسمه اكتئاب وليس لامبالاة. اللامبالاة الذكية التي يقصدها الكاتب تعني أن تتوقف عن الاهتمام بالأشياء التافهة لكي توفر طاقتك للاهتمام بالأشياء المهمة فعلاً. أنت لديك رصيد محدود من الاهتمام يومياً. إذا صرفت هذا الرصيد على سائق التاكسي الذي ضايقك، وعلى تعليق سخيف في فيسبوك، وعلى شكل شعرك، فلن يتبقى لديك رصيد لتهتم بمستقبلك أو عائلتك. الدرس الأول هنا بسيط وقاس: توقف عن المحاولة لتكون استثنائياً طوال الوقت. تقبل أنك قد تكون حزيناً اليوم، وهذا طبيعي. تقبل أنك تشعر بالخوف، وهذا طبيعي. بمجرد أن تستسلم وتتقبل مشاعرك السلبية، ستجد أنها بدأت تختفي لوحدها، وستطفو فوق الرمال المتحركة بسلام.
المحطة الثانية: وهم التميز، سقوط الأنا. هل تذكر عندما كنا صغاراً في المدرسة، كان المدرسون والآباء يخبروننا دائماً أننا مميزون، حتى لو كنت الأخير في السباق كانوا يعطونك بدالية المشاركة ويقولون لك: أحسنت يا بطل، أنت استثنائي. المشكلة يا صديقي أننا كبرنا وصدقنا هذه الكذبة. كبرنا ونحن نظن أن العالم مدين لنا بشيء ما فقط لأننا نحن. تعتقد أن مشكلاتك هي أعظم مشكلات في التاريخ، وأن حزنك هو تراجيديا إغريقية لا يفهمها أحد، وأنك تستحق معاملة خاصة من الكون. اسمح لي أن أكون قاسيا معك قليلا، لكن لمصلحتك. أنت لست مميزا، أنت شخص عادي جدا. مشكلاتك في العمل يمر بها ملايين الآن. خلافاتك العاطفية تكررت مليار مرة عبر التاريخ. شعورك بالوحدة هو الخبز اليومي لنصف سكان الكوكب. قد تسألني بصوت مخنوق: لماذا تحبطني هكذا؟ ألا يجب أن يكون عندي تقدير عال للذات؟ أليس هذا طريق النجاح؟ الحقيقة هي العكس تماما. التوهم بأنك خارق للعادة هو الذي يجعلك تعيسا، لأنك ستظل طوال حياتك تشعر أنك مظلوم لأنك لم تأخذ المكانة الأسطورية التي تستحقها. ستعيش وأنت تطارد وهما لا وجود له. اللحظة التي تتقبل فيها أنك شخص عادي وأن حياتك لا يجب أن تكون فيلما سينمائيا مبهرا طوال الوقت هي اللحظة التي ستشعر فيها بحرية لا توصف. ستبدأ بالاستمتاع بالأشياء البسيطة التي كنت تحتقرها: طعم قهوة الصباح، ضحكة صافية مع صديق، قراءة كتاب جيد. ستتحرر من ضغط إثبات الذات وتبدأ في عيش الذات. المحطة الثالثة: السعادة هي حل المشاكل وليست غيابها. دعني أحكي لك قصة غريبة جدا عن عازف جيتار موهوب اسمه ديف. في الثمانينات طرد ديف من فرقته الموسيقية قبل أن يسجلوا ألبومهم الأول بأيام. رموه في الشارع حرفيا بدون سابق إنذار. أقسم ديف في تلك اللحظة أنه سينتقم. قرر تكوين فرقة جديدة، وهدفه الوحيد أن تكون أنجح وأسرع وأقوى من فرقته القديمة ليجعلهم يندمون. وهذا ما حدث فعلا. أسس فرقة أصبحت أسطورة، باعت 25 مليون ألبوم، وتجول حول العالم، وأصبح ديف مليونيرا ومشهورا جدا. قصة نجاح ساحقة، أليس كذلك؟ النهاية السعيدة التي نتمناها جميعا. لكن في إحدى المقابلات التلفزيونية وهو رجل عجوز، انهمر ديف في البكاء وقال بمرارة: أشعر أنني فاشل. تخيل، مليونير ومشهور ويشعر بالفشل. لماذا؟ لأن الفرقة التي طردته في البداية كانت فرقة ميتاليكا التي باعت أكثر من 150 مليون ألبوم. ديف قضى حياته كلها تعيسا، ليس لأنه فاشل، بل لأنه اختار مقياسا خاطئا للنجاح. كان يقيس قيمته بمقارنة نفسه بفرقة واحدة فقط. نجاحه الهائل لم يكن يعني له شيئا، لأن قيمته كانت مبنية على التفوق على الآخرين. هنا يعطينا مارك مانسون قاعدة ذهبية: الحياة ليست خالية من المشاكل. السعادة تأتي من حل المشاكل وليس من عدم وجودها. أنت تحل مشكلة الفقر فتظهر لك مشكلة الضرائب. تحل مشكلة الوحدة بالزواج فتظهر لك مشاكل المسؤولية الزوجية. المشاكل لا تنتهي، هي فقط تتغير وتتطور. الكل يريد الميدالية الذهبية، لكن لا أحد يريد أن يتدرب 10 ساعات يومياً ويتعرق وينزف. الكل يريد المنصب الإداري والراتب الضخم، لكن لا أحد يريد ضغط العمل والمسؤولية والسهر وقرحة المعدة. السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك الليلة ليس ما الذي سيسعدني. هذا سؤال سهل والجميع يعرف إجابته. السؤال الحقيقي والسؤال الصعب هو: ما هو الألم الذي أنا مستعد لتحمله؟ إذا كنت لا تستمتع بصعود الجبل ومشقة الطريق، فلن تستمتع بالمنظر من القمة أبدا. اختر معاناتك بعناية، لأن الألم هو الثابت الوحيد. المحطة الرابعة: أنت المسؤول دائما، لعبة البوكر.
هناك خلط كبير يقع فيه معظمنا، وهو الفرق بين الذنب والمسؤولية. هذا الخلط هو السبب في أننا نلعب دور الضحية. تخيل معي هذا المشهد القاسي. تستيقظ صباحاً لتجد طفلاً رضيعاً موضوعاً أمام باب شقتك وهرب من وضعه. هل هذا خطأك؟ طبعاً لا. ليس ذنبك أن أحدهم ترك الطفل، لكن هل هي مسؤوليتك؟ نعم، بكل تأكيد. الطفل الآن أمام بابك، أنت المسؤول عن التصرف حيال هذا الموقف، إما أن تتصل بالشرطة أو ترعاه أو حتى تتجاهله. أياً كان ما ستفعله هو خيارك أنت ومسؤوليتك أنت. نحن لا نختار دائماً ما يحدث لنا، لكننا نختار دائماً كيف نتصرف حياله. الحياة تشبه لعبة البوكر. القدر يوزع الأوراق عشوائياً. قد تحصل على أوراق سيئة جداً، بينما يحصل شخص غبي بجانبك على أوراق ممتازة. هذا ليس عدلاً، نعم، لكن اللاعب المحترف هو الذي يستطيع أن يفوز بأوراق سيئة، بينما اللاعب الفاشل يخسر حتى لو كان يملك أفضل الأوراق. توقف عن لوم الأوراق التي أعطتك لها الحياة، بلدك، عائلتك، جيناتك، وابدأ في اللعب بأفضل ما لديك. تحملك للمسؤولية لا يعني أنك تلوم نفسك، بل يعني أنك تمسك بزمام الأمور وتقول: حسناً، هذا هو الواقع، ماذا سأفعل الآن لأجعله أفضل؟ هنا فقط تتحول من ضحية إلى قائد لحياتك. المحطة الخامسة: مبدأ افعل شيئاً. علاج الكسل. كم مرة كان لديك عمل مهم وظللت تؤجله وتؤجله؟ جلست تنتظر الإلهام، تنتظر أن تأتيك الرغبة في العمل، ولكن لا شيء يحدث. هنا يقدم لنا مارك مانسون صفعة قوية أخرى. يقول: أنت تفهم المعادلة بشكل معكوس. نحن نعتقد أن الترتيب هو إلهام ثم تحفيز ثم فعل، يعني أنتظر الوحي ثم أتحمس ثم أعمل. لكن الحقيقة النفسية هي العكس تماماً: فعل، إلهام، تحفيز. الفعل ليس نتيجة للتحفيز، الفعل هو سبب التحفيز. تخيل سيارة معطلة تحتاج للدفع. أصعب جزء هو الدفعة الأولى، والعجلات ثابتة. تحتاج قوة جبارة، صحيح؟ لكن بمجرد أن تتحرك العجلات ولو سنتيمترات قليلة، تصبح السيارة أخف وتتحرك أسرع وتأتيك الطاقة لتكمل. نصيحة الكتاب لك هي مبدأ افعل شيئاً. إذا كنت مكتئباً ولا تستطيع تنظيف غرفتك، لا تفكر في الغرفة كاملة. فقط قم وارمي ورقة واحدة في سلة المهملات. هذا الفعل الصغير سيرسل إشارة لدماغك: لقد أنجزت شيئاً، وسيعطيك وقوداً لتكمل. لا تنتظر الشعور، ابدأ بالحركة والشعور سيلحق بك. المحطة السادسة: الموت، البوصلة الأخيرة. والآن نصل للمحطة الأخيرة في رحلتنا، المحطة التي يهرب منها الجميع: الموت. تخيل نفسك تقف على حافة جرف شاهق وتنظر لأسفل إلى المحيط الواسع. في حضرة الموت، كل اللامبالاة الزائفة تسقط، وتكتشف فجأة ما هو مهم حقاً. عندما تدرك أن وقتك محدود جداً، هل ستضيع ساعتين من عمرك تتشاجر مع نادل في مطعم لأنه أخر الطعام؟ هل ستقضي ليلتك قلقاً لأن شخصاً ما لم يضع لايك على صورتك؟ بمجرد أن تتذكر الموت، تبدو هذه الأشياء تافهة ومضحكة. الموت ليس شيئاً مخيفاً يجب أن نخبئه. الموت هو البوصلة، هو الضوء الذي يجعلك ترى بوضوح. الناس الذين يخافون من الموت هم غالباً ناس يخافون من الحياة، لأنهم لم يعيشوا شيئاً حقيقياً يخافون فقده. رسالة الكتاب الأخيرة لك: أنت ستموت، وهذا أسعد خبر يمكن أن تسمعه، لأن هذا يعني أنك لست مضطراً لإثارة إعجاب أحد، ولست مضطراً لتكون مثالياً. كل ما عليك فعله هو أن تختار ما يهمك حقاً، وتترك الباقي يذهب للجحيم. يا صديقي،
فن اللامبالاة ليس أن تكون شخصاً بارداً، بل أن تكون محارباً ذكياً يعرف متى يرفع سيفه ومتى يتركه. اختر معركتك وعش حياتك بصدق. إذا غير هذا الكلام نظرتك للحياة ولو قليلاً، شاركنا في التعليقات. ما هو الشيء التافه الذي قررت اليوم أنك لن تبالي به بعد الآن؟ ولا تنسى الاشتراك في القناة لنكمل الرحلة في كتاب جديد. أراك بخير.